في نوع كده من الناس وهو بيقولك رأي أو نصيحة بتلاقيه بيقولها بشكل إنها كلام قاطع مانع لا يحتمل الخطأ إطلاقا، وكأن مفيش لا قبل ولا بعده، من هنا بدأت القصة ومن هنا سوف تنتهي. ده بصراحة بحس إن هو شيء غريب جدا، لأن كل واحد عنده قصته بتفاصيلها بضيقاتها. ده غير الركن بقى اللي اسمه حاجات أصلا أنا ما بقدرش أقولها. كل حد مننا عنده أوضة ضلمة كده، مهما حكى وفضفض وقال كل اللي جواه، في حتة كده في الأوضة دي محدش يعرفها خالص غيرك أنت وربنا سبحانه وتعالى. بالتالي يعني لما حد بيقولك رأي أو نصيحة فهي يا دوب جاية من خلاصة تجربته، من الحاجات اللي مر بيها، من الحاجات اللي شافها في حياته قبل كده، او يعني لو في مساحه اجتهاد وحد ناضج كده ورايه يعتد بيه، هتبقى جايه من قراءه مسبقه لاحداث معينه. كل الاراء اللي بنسمعها تحتمل مساحه شك، او مساحه ان انت ما شفتش او ما عرفتش التفصيله الضيقه اللي جوه الحدوته تخلي رايك ده مش 100% انه يكون صح. عشان كده يعني حتى احنا هنا في ان تكون من بين فتره للتانيه كده لازم اكد واقول ان مفيش كلام بنقوله ونقدر نعممه كده، كل الكلام نسبي. في حد ممكن هو بيسمع حاجه تخبط في تفصيله عنده ويحسها متفصله عليه بالظبط، وحد تاني يحس اللي هو ايه الكلام ده اصلا، انا مش متفق معاه اطلاقا. عشان كده يفضل يعني واحنا بنقول لحد اي راي او حتى نصيحه تقولها من باب انه ده في حدود اللي اعرفه، وفي النهايه القرار النهائي بتاعك انت، في النهايه ده في حدود يعني اللي اقدر اقوله لك، ويشهد ربنا اني بحاول اكون امين في اللي بقوله ده. لكن بصراحه في مساحه شك بالنسبه لي، مش بس في الكلام اللي بيتقال انه قاطع مانع، لا، هي في الاشخاص اللي بتقول الكلام وكانه لا يحتمل اطلاقا انه يكون في اي ذره شك. اتمنى جدا الفيديو ده دلوقتي يكون جالك في وقت مناسب كده، تكون بتفكر في الموضوع ده، او يكون في حد في حياتك دايما كلامه واراءه معاك كده بشكل ما فيهوش هزار، ان هو الكلام ده الصح واللي لازم يتعمل. يعني يا ريت بقى لو سمعت الفيديو ده لما تسمع تاني اراءه ترجع تاني تعيد حساباتك، لا هي مش لازم تكون ده الاراء الصح او الكلام النهائي يعني. ولو الكلام ده دلوقتي فرق معاك ده يبقى شيء كويس جدا. لو حسيت ان هو هيفرق مع حد تاني يا ريت جدا تعمل له منشن في الكومنتات.